السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده انا جاي اشرح لك لعبة جديدة لسه نازلة من كام يوم، وطبعا هسيب لك رابط اللعبة في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت ومع كود الدعوة علشان تكتبه وتكسب من العملة الذهبية علشان تقدر تحول العملة الذهبية للعملة الخضراء، وهتفهم كل حاجة برضو اللي انا قلت عليها ده في الفيديو ده، فاسمع الفيديو لحد الاخر علشان تستفاد بكل حاجة اقولها. بس قبل ما اخش في الشرح على طول ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات فضلا وليس امرا. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. وطبعا يا صديقي اول ما تضغط على الرابط اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، فدي رابط تحميل مباشر للعبه، لان اللعبه لو جيت تبحث عنها في جوجل بلاي فمش هتظهر لك، فلازم تضغط على الرابط علشان تظهر لك في جوجل بلاي. ولو مش مصدقني تقدر تخش وتجرب. وطبعا اسم اللعبه هيظهر لك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، تقدر تبحث عنه، فمش هترضى تظهر لك اللعبه لان ما عليهاش عمليات تنزيل كتيره، لان اللي بيظهر لك في خانه البحث لما بيكون عليها عمليات تنزيل كتير. وبعد ما تنزل اللعبه من الرابط اللي سايبه لك في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، فهيظهر لك تسجيل دخول في اللعبه، فانت هتسجل بحساب جوجل او بحساب الفيسبوك. بس انا اقترح عليك تسجل بحساب الفيسبوك، لان هنا موجود في اللعبه دي خطأ في تسجيل في حساب جوجل، لان ممكن ما يسجلش معاك بحساب جوجل. تمام؟ فانت بعد ما بتسجل بحساب الفيسبوك فيظهر لك الواجهه دي. دلوقتي بقى تعال نخش ونشوف ايه هي اللعبه اصلا. فهنضغط على بدء اللعبه. فطبعا هي اللعبه ايه عباره عن ايه؟ ان في عندك زهر اهوت من اللي هي زي لعبه الشطرنج يعني، فانت بدانيك ضاغط كده وتسيب، فهو بيتنطر لليمه التانية، بدانيك تعمل كده. هي دي اللعبه. يعني كده خسرت. تمام؟ فانا خسرت علشان نكمل شرح في اللعبه. هنضغط على الصفحه الرئيسيه، انت ممكن تضغط على اللعبه مره اخرى فتلعب تاني. تمام كده؟ احنا عرفنا ايه هي اللعبه. دلوقتي بقى تعالى اشرح لك كل الايقونات اللي موجوده في اللعبه دي. اول حاجه المحيل ده اللي هو الاي دي، اللي هو يعني الرقم المعرف او كود الدعوه اللي انا سايبه لك. فانت بتكتب كود الدعوه هنا اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، وبعدين بتضغط على كلمه ارسال، فبتكسب كام؟ تكسب 150 من العمله الذهبيه، وهقول لك ايه هي العمله الذهبيه ده اصلا بس اما يجي دورها في الشرح. وبعدين هضغط على علامه اكس، وبعدين تاني حاجة اللي هي الدعوة فوقها على طول، فلو ضغطت عليها كده انت تقدر تدعو اشخاص وانت تكسب فلوس، وصديقك اللي انت دعيته هو يكسب فلوس برضه زي ما قلت لك. فانت ازاي بقى تكسب فلوس؟ لو جيت ضغطت على دعوة الاصدقاء زي كده، فانت بتاخد كود الدعوه ده نسخ كده وتقدر تبعته لاي صديقك. فالصديق ده اول ما بينزل اللعبه بتبدا انت تكسب منه فلوس. بتكسب فلوس ازاي؟ فانت لو قريت القواعد دي هتفهم انت هتكسب فلوس ازاي. يعني هنا بيقول لك اول قاعده: عندما يجمع الاصدقاء عدد كفايه من العملات تحصل على مكافاه مقابل 80 من العمله الذهبيه. تمام؟ دي لو هو سجل بحساب الفيسبوك، لو صديقك سجل بحساب الفيسبوك. تاني حاجة بقول لك صديقك يصل إلى الليفل 2، فأنت بتكسب كام؟ تكسب 120 من العملة الذهبية. تالت حاجة بقول لك صديقك لما يوصل للليفل 4 فأنت بتكسب 150 من العملة الذهبية، وهكذا زي ما موجود قدامك أهو. تمام؟ ازاي بقى صديقك اللي انت دعيته يكسب فلوس؟ بص يا صديقي، دلوقتي في عندك اهوت اللي هو رقم الدعوه الخاص بيه، اللي هو كود الدعوه اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، فبتاخده نسخ وبتبعته لصديقك. صديقك بيحطه طبعا فين الكود الدعوه ده؟ بيحطه في المحل ده اللي هو الاي دي. تمام؟ بتحط فيه كده وبعدين بتعمل اوكي، فهتلاقيني كسبت اهوت ال 150 من العمله الذهبيه زي ما موجود قدامك اهو، وتلاقي الايقونه اختفت على طول من قدامك اهو. تمام كده؟ احنا عرفنا ازاي صديقك يكسب فلوس وانت تكسب فلوس من خلال دعوة الاصدقاء. تاني زرار بقى اللي هو المكافأة دي اللي هي دعوة الاصدقاء. يعني انت لو دعيت 10 اصدقاء بتاخد 7 من العملة الخضراء، لو دعيت 100 صديق بتاخد 83 من العملة الخضراء، وهكذا زي ما موجود قدامك اهو لحد ما تدعو 7000 صديق. وعلى فكرة برضه علشان تعرف ان كل الالعاب بتعتمد على دعوة الاصدقاء كل لعب، يعني بتدعو اصدقائك وبتلعب فبتكسب فلوس وتنفيذ المهام. تمام؟ رابع زرار بقى هنخش عليه اللي هو اسمه المهام. لو جينا ضغطنا عليه وبعدين هنا بيظهر لك كل المهام اللي تقدر تعملها كل يوم. يعني هنا عندك اول مهمه بيقول لك شاهد اعلانات، فانت بتشاهد اعلانين فقط. يعني بعد ما بتشاهد الاعلانين كل اعلان بتشاهده فبتاخد عليه 25 من العمله الذهبيه، فانت بتشاهد الاعلانين فبتاخد 50 من العمله الذهبيه. تاني حاجة بقى اللي هي إكمال 2 لعبة صغيرة. أول ما بتضغط عليها بيظهر لك الواجهة دي بتنتظر فيها لمدة 60 ثانية، يعني دقيقة بالظبط، وبعدين بتطلع فأنت بتكسب برضو اللي هي 90 من العملة الذهبية. تالت بقى مهمة اللي هي احصل على 300 نقطة. 300 نقطة دول وأنت بتلعب اللعبة فأنت بتحصل على نقاط، والنقاط دي بتظهر لك هنا، فأنت لو حصلت على 300 نقطة فبتاخد 120 من العملة الذهبية. رابع بقى مهمة اللي هي متصل لمدة 30 دقيقة. تمام؟ فأنت بتدانيك فاتح اللعبة يعني وبتلعب في اللعبة لمدة 30 دقيقة، وبعد ما بتخلصهم تاخد 4 من العملة الذهبية.
خامس مهمة بقى اللي هي ديت التسجيل اليومي، لما انت بتخش يعني وتيجي تعمل كل يوم تسجيل يومي في اللعبة، فبتخش تستلمها بدون اي مهام، يعني انت بتعملش مهمة، انت بتستلمها على طول. تمام. بعدين هنضغط على السهم ده تاني، وبعدين عندك حاجة اسمها اللعبة الصغيرة. اللعبة الصغيرة دي مالكش دعوة بيها أصلا، لأن هي اللعبة اللي موجودة في المهام. يعني لو جينا ضغطنا على المهام تاني، هي المهمة دي اللي هي أكمل 2 لعبة صغيرة، هي نفس الأيقونة دي، لو ضغطت عليها يدخلك على نفس الواجهة، فأنت بقى مالكش دعوة بالواجهة دي خالص. تمام كده، احنا عرفنا ايه هي اللعبة وإيه لازمة الزراير اللي موجودة دي، وشرحت لك كل حاجة موجودة في الزراير دي. تاني حاجة بقى هنخش على العملة الذهبية. لو ضغطنا على العملة الذهبية كده، فبيظهر لك الواجهه دي. طبعا هنا بيقول لك ايه في الواجهه دي؟ بيقول لك ال1000 من العمله الذهبيه بيساوي 15 من العمله الخضراء. 15 من العمله الخضراء يعني 15 جنيه. تمام. تاني حاجه بقى بيقول لك ال20000 من العمله الذهبيه بيساوي 315 من العمله الخضراء، وطبعا كي يعني 1000 عشان تكون عارف. وهكذا انت بتجمع وبعدين بتعمل تحويل، فهو بيحول لك على طول من العمله الذهبيه للعمله الخضراء. العمله الخضراء دي بقى اللي انت تقدر تسحبها بس. فطبعا انا لسه ساحب من العمله الخضراء 5 جنيه، بتسحبها 3 مرات. انا سحبها 3 مرات، كنت جمعت من العمله الذهبيه ديت وجمعت 15، وقدرت ان اسحب من العمله الخضراء، واللي طلعت اللعبه بتسحب بجد. وهبقى اسيب لكم السكرينات دلوقتي هتظهر لكم على الشاشه. تمام. فانا سحبت 3 مرات من العمله الخضراء، من ال5 جنيه يعني من العمله الخضراء، فظهر لي اللي هو العد التنازلي ده. العد التنازلي ده لما بيخلص بتبدا تتجدد ليك تاني، يعني بعد 13 ساعه بالظبط بتبدا العمله الخضراء دي تتجدد ليك تاني. وبرده في سحوبات تانية، يعني ممكن تقدر تسحب 50، تقدر تسحب 500، تقدر تسحب 800، تقدر تسحب 1000، 1000 ونص، اكتر حاجه 1000 ونص يعني. طب ازاي بقى تدخل طريقه السحب اللي انت تسحب عليها؟ لو جينا ضغطنا هنا كده، وبعدين بتعمل اضافه سحب جديد، وبعدين تختار الطريقه اللي انت عايزها. يعني هنا في فودافون وفي ميزه. لو مثلا لو انت معاك خط فودافون، فانت بتضغط على فودافون وبتدخل المعلومات بتاعتك زي الحساب، رقم الحساب اللي هو رقمك يعني، والاسم، بس مش لازم يكون اسم صاحب المحفظه، عدا اي اسم. تمام. اما ميزه ديت على ما اعتقد يعني بتسحب اي رقم، يعني مثلا لو دخلت رقم اورانج يسحب، لو دخلت رقم اتصالات يسحب، اي رقم من الارقام الاتصالات المصريه. تمام، يعني اي محفظه مصريه تقدر تسحب من عليها برضو. تمام. بعدين بتضغط علامة اكس تاني، وهنا عرفتك ازاي تدخل طريقه السحب. وبعدها بعد ما بتجيب الحد الادنى للسحب، فبتختار المبلغ اللي انت عايز تسحبه. يعني مثلا انا عايز تسحب 5 جنيه، فبضغط عليها وبعمل يسحب بعد ما دخلت طريقه السحب طبعا. فبتعمل يسحب، فال5 جنيه توصل لك بعدها بحوالي 3 دقائق الى 4 دقائق، يعني مش كتير يعني. هو بيقول لك من 0 الى 24 ساعه، يعني خلال ال 24 ساعه دول تقدر ان السحب يوصل لك في اي وقت في دول. فانا وصل لي بعد حوالي 3 دقائق بالظبط. ونطلع تاني كده بس كده. وده كان شرح اللعبة الجديدة، وفي ده كان نهاية الفيديو. فما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمود في التعليقات. وبالتوفيق للجميع، سلام.